بعد غادي نقول للاخوان باش تشاركوا في القناه، الله يرحم الوالدين، هذا فضلا وليس امرا. شاركوا وديروا تعليقات باش القناه تمشي. في الحقيقه انا كنحشم، والله الا كنحشم. علاش؟ لان القناه الاولى كتحل كدير فيديو كتلقى 10 15 20 والله الا كانت كتوصل 150 كا في الليله. دابا ما كتوصلش 1 كا. اعتقد ان الرساله بل الكره راها ماشي عندي ماشي عندكم، ولكن في الضمائر التي تتابع عن كسب قضيه الوطنيه. اذا شاركوا في القناه باش حتى انا تكون عندي جرأة نزيد نتشجع ونعطي الكثير، لان هناك الكثير في جعبتي فيما يخص الاسر والعذاب. وغادي نتكلم لكم اليوم على شكون هو حسني مبارك، شكون هو صدام حسين، وشين الريحه كيف تشتد لنا القرعه ديال كوكا. وغادي نتكلموا عاوتاني على بطل من ابطال الصحراء، ضابط، هم ضابطين. غادي تشوفوا الصوره ديالو وهو من مدينه تازه، والان يقطن من مدينه مكناس. نرفع له القبعه خاصه الى يومنا هذا، عليه الكثير في الحديث، الا وهو الضابط الرحموني في البلاندي. تابعوا حتى النهايه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين. يوم مبارك إلى جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، ونرفع القبعة لحماة الوطن بأقاليمنا الجنوبية، ونحن كما كنا على العهد سائرون وبالقسم ملتزمون. قسمنا وأدينا القسم أن ندافع عن هذا الوطن بكل ما نكسب من قوة ومن جاه ومن مال ومن إلى آخره. إخواني الجالية، نرفع لكم أيضا أنتم القبعة ونقرأ عليكم سلام غالي وحار من وجدة إلى كندا. اليوم غادي نشرح واحد النقطة بسيطة بزاف، وهو الناس كاين بعض الإخوان كيخلطوا حسني مبارك الرئيس السابق ديال مصر رحمه الله ما بين الحرب ديال 63 وما بين الحرب ديال 75 مع المرتزقة على التراب، و63 ديال تندوف نهار قال لك حقرونا باش يجمعوا الشمل ديالهم. 63 كان حسني مبارك كان ضابط سامي وكان طيار بيلوت، شدوه ديالنا في الصحراء الشرقيه، شدوه غير سراح، وامر اوفقير ديك الساعه مع فين كان في مراكش باش يجيبوه هو دوك الضباط اللي كانوا معاه. اذا ذاك الوقت كان ضابط طيار. ومن بعد راه القصه في راسكم، نهار سالت الحرب مع هاد الناس اللي حدانا حقرونا على اراضينا التي للاسف لو كان شدينا تندوف كاع ما غادي نطيحوا في هذا المشكل ديال البوليزاريو. المهم تحلت المشكل بتدخلات ديال العرب وصالحوهم والى اخره. والمرحوم الحسن الثاني كان في زياره الى مصر عند جمال عبد الناصر، ودالو اغلى هديه في الطياره، الا وهو حسني مبارك الذي كان اسيرا بالمغرب رفقه بعض الضباط اللي شدوهم في الهليكوبتر في الناحيه الشرقيه ديالنا، يمكن مجيت بوعرفه. المهم هذا ماشي مشكل، غير باش الناس يفرقوا ما بين اللي غادي تشوفوا دابا على حسني مبارك وما بين 63. غادي نرجعوا لحرب الصحراء المغربيه التي بدات مع المرتزقه سنه 1975. بينما المغرب نظم مسيره خضراء، وهاد الجيران ديال السوء اللي راهم عند الله يتحاسبوا، فين ركبوا خروبه وفين ركبوا تفريقه وفين ركب مبله وفين ركب، والمغرب في صحرائه. المرحوم الحسن الثاني نظم المسيره الخضراء وهما نظموا المسيره السوداء. هذا موضوع اللي خص المغاربه يعرفوه وخصو يكون في الاعلام ديالنا باش يدخل صحه لولادنا الصغار بواحد النوعيه وبواحد البرنامج ثقافي يدخلوا له ويديروا برامج عليه في التلفازه. والمسيره السوداء، المسيره الخضراء، السياسه ديال الخروبيه، الصحراء المغربيه، شكون اللي كان مستعمرها، ويجبدوا لنا التاريخ من نهار دخلت اسبانيا وفرنسا. مالكم راقدين وهاد المسخين اللي حدانا، هاد المبهدلين هادو حدانا. واحد الوقت ضحكوا علينا بالسياسه العوجه ديالهم. الله ينصر محمد السادس، الحمد لله اللي عاصر لهم الحامض في عينيهم. نرجعوا دائما لنفس الموضوع. غادي نرجعوا عام 1975 نهار المغرب نظم المسيره الخضراء والجزائر نظمت مسيره سوداء، وداروا لنا حرب ودخلت بالقوه ديالها الجزائر، اعتقادا منها انها قوه ضاربه عندها تي 54 و تي 55 والسلاح ديال روسيا والميغ الى اخره. قالت صافي غادي نخليها على المغرب. تخليها على المغرب. نسيتوا بلي عندكم ازمه رجال، ونسيتوا بان التاريخ لا يتغير، ونسيتوا بان المغرب ليست له ازمه رجال. عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ الجولان، عرفتوا حرب الجولان؟ كأس القنيطرة شكون اللي داه؟ علما ان داك حافظ الاسد جرب لنا والله يرحم صدام حسين. غادي نرجع لنفس الموضوع.
في حرب 75 دخلت الجزائر تفاريتي وانغالا. دخل المرحوم بن عثمان، كولونيل بن عثمان، ويمكن حتى بن تيران، وكان ديك الساعه حتى دليمي ليوتنون كولونيل. دقيناكم دقن أسرنا اللي أسرنا، شدينا العتاد اللي شدينا، 130 قطعة من العتاد وسلاح متنوع، و 2200 أسير اللي كان فيهم شين الريحة، لا شنقريحة ماشي في هادي، شنقريحة في ديال 105 كان فيهم بالقايد وهرب، وعاوتاني بالقايد غادي يحضر مع شنقريحة وغادي تشد شنقريحة 104. نهضر غير على 2200. 2200 تشدت في سفاريتي باش شديناها بالماس 36 والفالناتو. وانتم اش عندكم؟ تي 54 تياير، لي رادار، لي صاو، الصواريخ الى اخره. السلاح الروسي كاع ديك الخورده تجمعت 2200 جندي، فيها ضباط سامون، ضباط صف، وجنود من الكراغيله. قال لك بغاو يدخلوا الصحراء، انتم حماق. هذيك 2200 للاسف، لان انا ما غاديش نقول اخطاء لانني لست في المستوى ديال الملوك الشرفاء المرحوم محمد الخامس او المرحوم الحسن الثاني، لا انا جندي، ولكن عندي تحليل وعندي راي. انا كنشوف اكبر خطا ارتكبه المغرب، اكبر خطا ارتكبه المغرب من طلق 2200 جزائري و130 قطعه من العتاد مختلف الانواع. وما هذيك هي لاكارت الصحيحه باش نحكوا لهم نيفهم ونحيدوا منه الخنونه. كانت تدخلات من النائب رئيس مصر من ديك الساعه، الرئيس اللي كان هو انور السادات رحمه الله، والنائب ديالو هو حسني مبارك. حسني مبارك دخل وسيط ما بين بوخروبه، هي كان حتى صدام حسين، حتى صدام ما كانش لي فيديو ديالو، ولكن مبارك كاين لي فيديو ديالو، وكان غادي نهضروا عليهم بجوج. دخل مبارك هو صدام حسين مع بوخروبه ومع المرحوم الحسن الثاني باش يطلق على هذيك 2200 المحصوره في تفاريتي وانغالا والعتاد، ويقولوا باع ويبعدوا على الصحراء. اذا بقات المفاوضات غادي نهضروا على حسني مبارك، ومن بعد من نسالوا حسني مبارك غادي نرجعوا عاوتاني. والله هو كلفني بيها، مش هقدر اقول له لا. قال لي شوف المشكله اداني بريفك كده عن الجزائر وبريفك عن المغرب، وانا عاوز تشوف ايه المشكله وحاول بكل الطرق انك تحل المشكله دي معاهم. رحت الجزائر، الرئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر. قلت له يا ريس انت مصر عملت لك كتير، انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني. قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله انهم حاطط قوات داخل ارض الجزائر اللي هي مشكله لحد دلوقتي، بس خفت حدتها الجزائري. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن. ورحت للملك الحسن كلمت معاه، قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده، من حدود الجزائر، دخلت في الارض في الصحراء. تنيت رايح جاي من هنا واكلم ده واكلم ده، لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات، انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين، يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح يتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي تطلع. قال لي يعني يبقى مهزوم؟ قلت له لا، هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر. ده بعد نقاش حوالي كذا يوم، وكنا ودينا قلنا الوزراء الخارجيه. بس ان حضرتك ما كنتش ولا بتستفز من طرف ولا تبين انك مع طرف، انك محايد مع الطرفين. ايزي قوي. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وعندكش كذا. اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا وما عنديش مشكله، ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا ومعدات هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن، تعبنا الله يرحمه الملك الحسن، قعدنا ل4 صباحا لما وافق، وبعت لهم قلت له موافق، وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشي. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بينه وبين ود بقى، كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت
تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص، مش هجيب سيره الجزائري. إذن إخواني كما شاهدتم، حسني مبارك كان كيدير لا نافيت، وكان هو الوسيط لو ميدياتور ما بين المرحوم الحسن الثاني وما بين هاد الناس اللي ما فيهم ثقه، الغدارين الموسخين اللي ما عندهم لا تاريخ لا هويه، مع بوخربه وما جواره. اذا كان التدخل ديال حسني مبارك ناجح ديالنا بامر من المغفور الحسن الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه. تليفون طلقوا هذاك الدبان، طلقوه داك الجراد، داك الدجاج ديال البيزانات طلقوهم، طلقوهم ديالنا. شنو هي المعاهدات اللي كانت اون كونتر بارتي مع حسني مبارك، مع الحسن الثاني، مع بوخربه؟ غادي يطلقهم والجزائر غتجبد يدها من الصحراء، صافي الله غالب باع ولا غالبا لا مغرب، ويدوسوا داكشي وما يخرج لا الاعلام لا والو. صوات الحسن الثاني تاق قبل الحسن الثاني راه قال لحسني مبارك وصدام هاد الناس راه ما فيهم ثقه، راه فيروس ديال شمال افريقيا، راه سرطان. هما عطاو ضمانات، خاصه صدام عطا ضمانات صافي. من بعد انغالا تفاريتي غدرونا، قتلوا ما عرف شحال من واحد، انغالا 1 انغالا 2، شدينا واحد 104، شدينا شنقريحه اللي راه مازال عنده القرعه ديال كوكا. هذا موضوع ديال القرعه ديال كوكا راني كنهضر عليها بزاف، قال لك الناس اودي تحاولنا على شنقريحه. هذيك هي العقده اللي غادي يخرج عليها في شمال افريقيا. غادي نرجعوا دابا لصدام حسين الله يرحمه، الرجل الاسد العربي الحر. اتفاقيات اللي كانت ما بين والوعود اللي كانت ما بين بوخربه الغدار والملك المرحوم رحمه الله الحسن الثاني من اهل البيت، وهو ان بوخربه غادي يبعد على الصحراء. من بعد من وقعت المجزره ديال انغالا وهجموا علينا، قتلوا لنا شي مخازنيه ذبحوهم، الحسن الثاني اتصل بصدام، صدام اتصل ببوخربه، قال له اش هادشي؟ قال له مشكل الصحراء مشكل مصير بالنسبه للجزائر. صدام تصدم، وهنا صدام قال للمرحوم الحسن الثاني كلامك على صواب، سرطان افريقيا هاد الناس، ولكن قالوا اللي نقدر ندير، وهو سمعوا مزيان، الوحيد في الدول العربيه اللي كان كيساعدنا في الكاربيرون، في الغازوال والفول، وهذا الفول غازوال واشياء اخرى في الصحراء، قال له حتى تسالي الحرب بالمجان غراتويت، الوحيد صدام حسين الله يرحمه ويسع عليه. هذه هي القصه ديال الجزائريين، وهذه هي القصه ديال شين الريحه اللي دالنا القرعه كوكا مبغاش ردنا الخاوي، وهذه هي القصه ديال صدام حسين الله يرحمه، وهذه هي القصه ديال الوسيط اللي كان بالصوت والصوره كيف شفتوا ديال حسني مبارك، ولكن ليست لهم هويه. والانسان الذي ليست له هويه كنسميوه حنا ان بطار، فرخ. والفرخ كيفاش غادي تلقى فيه الرحمه والثقه؟ العشريه السوداء ما رحموش حتى ولادهم، غادي يرحموا المغاربه. اخواني سنبقى دائما في هذا المضمار ولا تمشوا بعيد، ابقوا معي. اذا اخواني من بعد ما تكلمت لكم كيف قلتوا على هذه التدخلات ديال رؤساء ونواب رؤساء الدول العربيه كوساطه مع هاد المسخين اللي حدانا، الان ننتقل الى الاسر في الروبيني. العذاب اللي ذقنا حنا تمايا كأسرى، كجنود، كضباط صف، كضباط، كقوات مساعده، كمدنيين، حتى اللي خطفوهم من المسيره كانت عليهم اغتصابات، خاصه البنات اللي تسرقوا من المسيره وراهم عايشين في المخيمات. ولكن للاسف المغرب ما عمره ما كان بالمرصاد. واش لاننا كنا واحد الوقت يلاه كنقادوا التوازن، لان راكم عارفين داك الوقت اللي جاتنا حرب الصحراء كان لين انقلابات، كان طغاة عندنا في المغرب، كانوا باغيين يقلبوا النظام، الله يقلب لهم الشمل، ويلاه المغرب ما حيرتوا للصحراء، ما حيرتوا لهذوك المسخين الجهال ديالنا اللي كانوا باغيين يديروا انقلابات، وبقات الامور غاديه الحمد لله. وهناك جنود نفتخر بهم الا وهم الجنود المغاربه. هذا الضابط هذا اللي تنرحموني تشد اسير، وانا كنعرفو مزيان حق المعرفه، كنعرفو في الاسر، كنعرفو حتى هنايا، وبعض المرات كنتلاقاو كنديروا قهوه كنتذاكروا. وخير دليل هذه واحد 15 يوم تلاقيت معاه في مكناس، تكلمنا وردينا الماضي اليائس البائس المظلم اللي ما بغاوش ديالنا يفجروه ويخرجوه في الاعلام ويقريوا ولادنا ويوريهم ابطال ضحوا بالغالي والنفيس من اجل استقرار الوطن والامن والامانه. كتبقى في عنق دائما الاعلام المغربي. ها هي الصوره ديال هذا البطل، وحينها ساعود كي اتحدث عنه.
الضابط هو ليوتنون دوغالون، كان في البلاندي في لي زايميل اعتقد، تشد في بدايه 80 اسير. باش نسبق الاحداث، هو لي بروموسيونير ديالو راهم دي جينيرو، وهو مازال ضابط دوغالون. لي بروموسيونير ديالو دي جينيرو، منهم الوراق اللي كان المفتش العام للقوات المسلحه الملكيه، كان الصديق الحميم ديالو من كانوا في الاكاديمي. هذاك تخرج من الاسر ليوتنون رحموني ضابط ليوتنون دوغالون، والاخر جنرال. شوفوا الفرق، شوفوا الدوله في كيفاش همشتنا من صغيرنا لكبيرنا في الحبس. غادي نرجعوا اش دار هذا الضابط. هذا الضابط السمعه ديالو اللي خلاها قبل ما يتشد، خلاها عند ضباط وضباط صف الجنود في لوكور اللي كان فيه، في الاسكادرون اللي كان فيه، في البطايون اللي كان فيه ديال البلاندي. كلشي بكى عليه، كلشي قالها فيه بالخير. داكشي علاش داير عليه انا فيديو. لو كان ما كانش ما غاديش كاع نذكر السميه ديال هذا السيد كاع. واكثر دليل خير دليل انا عاشرته والتمست فيه الرجوله والشجاعه والتواضع. عاشرته 7 سنين في حماده التندوف، وراه كيعرفني مزيان وانا كنعرفو مزيان في العشرات ديال الحبس. تصوروا الى يومنا هذا كنتلاقى انا مع الضباط هنا في وجده، باش ما نمشيش بعيد، هنا في وجده كيسولوني عليه داك السبع واش راه حي. كنقول لهم راه حي، ولقيتهم بيناتهم في التليفونات وتبادلوا الاراء بيناتهم وردوا الذكريات الدامعه. هذا السيد هذا اش كنهضر عليه هو واحد الضابط اخر، للاسف كنت ذكرت معاه فقدت النيميرو ديالو، من الخريبكه ولا ما فقيه بن صالح، سميتو الضابط محرر. نعم الضابط. هاد الزوج كانوا اصدقاء في الحبس، بحال في الاسر، بحال الخوت. الضابط محرر نحيل الجسم، ضعيف بزاف لدرجه ما تصورش، ولكن قوي في المواطنه والمبادئ، قوي في الشخصيه ديالو، قوي على الغيره على الوطن. حتى هو عاشرته كيف عاشرت الضابط الرحموني. فتحيه للضابط محرر وتحيه للضابط الرحموني. هاد الناس انا ديك الساعه مازال في الحمالي، مازال الضباط ما عايش معاهم، لان جا واحد الوقت اللي غادي نعيش مع الضباط، واحد 40 ضباط وضباط صف وجنود. هاد الناس هربوا بزوج الوقت اللي ما كان لا ربط لا سانتور لا والو. يعني لا هربت من روبيني خصك واحد 150 ولا 160 كيلومتر باش تلتحق بالزاق ولا عاد باش تدخل للمغرب. كانت مرونه، والمغرب بزاف عليه باش يراقب كل ديك المساحه ديال الصحراء. هاد الزوج من هربوا خرجوا مع 4 الصباح. اللي كان المسؤول على الاسرى الضابط كابيتان العروسي الله يرحمه ويوسع عليه، جا ومات الصباح، ما رونداش بيهم. عطاه الحساب، جا قائد الحراسه قال له يحرق بوك العروسي خاص جوج. قال له المهم هادشي اللي عندي انايا، وراه فراسو بلي هربوا زوج، ولكن قال الله يعاونهم، عارف بلي راه كاين خطوره وكاين عقوبات، غادي نتعاقبوا، غادي نتكرفسوا لا الجنود لا ضباط الصف لا ضباط كاملين اللي كاينين في الروبين غادي يتعاقبوا. لما كيهرب شي واحد كتكون هذاك داك الرعب، يعريونا، يحيدوا لنا السبردينات، يضربونا، يكرفسونا، يهرسوا لنا فمنا، ظهرنا، نيفك، يعريك، يكتفك. كنا عند مجرمين. العروسي قال لهم هادشي اللي عطا الله. بقاو كيقلبوا، قالوا يخص جوج. الليوتنون رحموني ديك الساعه ما عندهم ما يدير، صافي راه 40 واحد باينه. انا ما عقلتش ديك الساعات غادي نجي نكون معاهم، جيت لقيت الدنيا مرونه. مشاو تبعوهم، شدوهم يمكن في العشيه، ضربوا مسافه، ولكن مساكين ما وصلوش، غير الخلا والقفار. ردوهم 6 شهور، سمعوا مزيان، 6 شهور 180 يوم. ضربوها في 24 ساعه، ضربوها في 60 دقيقه، ضربوها في تشوفوهما عذاب على عذاب. الليوتنون رحموني والليوتنون محرر ما بقاوش كيتعقلوا والو، اللحيه العصا على ظهرهم، تكتاف، والله ما داو منهم لا حق لا باطل. دوزو 6 شهور، عذبوهم عذاب اليم، تلقوهم مع الاسرى، رجعوا كيف كانوا. هنا غادي يوقع واحد الانقلاب على القبطان العروسي، غادي يتحيد، غادي يديروا مسؤول اخر. القبطان العروسي غادي يتكرفس واحد التكرفيصه اللي ما تصورش، هذه انا حضرت ليها عاوتاني. القبطان العروسي
داوها عند واحد يقولوا له البيب. هاد البيب واحد البوليزاريو بوحدو كيشد الجمل يلويلو العنق وينحرو. صحيح عاطينو بيت خاص يحضي غير بالنسبه ليهم المجرمين. كان واحد دهليز تحت الارض فيه واحد البوليسي، كنا حنا كنقولوا له بوليسي، هو مدني، دريس اليزيدي، راه في قنيطره. سيروا سولوا على هذا الانسان، سيروا سولوا عليه وتشوفوا نعم الرجوله ونعم الصبر. احنا ما كناش كنعرفوه، عارفين بلي كاين بوليسي هو غير خوه بوليسي في العيون، مشى مسكين غير زياره وخطفوه البوليزاريو وجابوه وداروه في حفره في الظلام. والله لا في الظلام، والله لا سكنوه في حفره الظلام وجابوا العروسي وداروه حداه. ما سكنوش العروسي حداه، لا العروسي داروه تما في الرق وتصوروا وكيديروا عليه زنقه. شنو هي زنقه؟ قصديره دوك المضلعات، دوك المضلعات تصوروا يديروها على القبطه العروسي يغطيوه بيها والحمال. ودوز القبطه العروسي نقول لكم واش الشهر واش 45 والعلم لله. ديك الساعه انا راني مع هذه المجموعه حتى دخل علينا بواحد اللحيه ومسكين كيضحك راه في دار الحق ولكن كيبكي. اخواني الليوتنو الرحموني يخص الاعلام يستدعيه، ما نعرفوش غادي يبغي ولا ما غاديش يبغي. درت عليه هذا الفيديو. الليوتنو الرحموني بغيت الاعلام ديالنا يبغيه. الليوتنو الرحموني اذا كانوا الاسرى باغيين يكرموهم يكرموا هذا الليوتنو الرحموني والليوتنو محرر، عادي يكرمونا حنايا الا كان شي تكريم. حتى انا هربت ماشي، ولكن العذاب اللي تعذب الليوتنو الرحموني تقريبا ما تعذب فيه حتى شي اسير. غادي نزيد نكمل القصه ديال الليوتنو الرحموني كيفاش غادي تطرطق الودن ديالو، ولكن ماشي في هذه الحلقه، في الحلقه القادمه. اخواني دمتم في حفظ الله، احييكم واقول لكم لا تنسوا المشاركه في القناه، هذا فضلا وليس امرا. وراني قلت القليل ثم القليل ثم القليل فيما يخص هذا الضابط الرحموني، حفظه الله والله يكثر مثاله. الى اللقاء.